السلام عليكم. مسجد أصلم الصلحدار واللي أمر بإنشاؤه الأمير المملوكي بهاء الدين أصلم الصلحدار سنة 746 هجري 1345 ميلادي. في الفيديو ده هنتكلم عن الأثر الجميل ده وهنحكي سيرة الأمير أصلم الصلحدار في فيديو تاني إن شاء الله. المدرسة عبارة عن تحفة معمارية جميلة ومميزة تم إنشائها خلال القرن الثامن الهجري إلى 14 ميلادي في عصر دولة المماليك البحرية، وبالتحديد في عهد سلطنة السلطان الملك الصالح إسماعيل ابن السلطان الناصر محمد بن قلاوون، واللي أمر بإنشاء أحد أمراء الناصر محمد وهو الأمير بهاء الدين أصلم ابن عبد الله الناصري. والمدرسة بتتكون من درقاعة اللي هي صحن مغطى محيط بها إيوانين وظلتين، وكان بيتم فيها تدريس المذهب الحنفي والشافعي. وتصميم المدرسة بيجمع بين الإيوان والظلة، وملحق بالمدرسة قبة ضريحية. وذكر المقريزي إن الأمير أصلم الصلحدار أنشأ بجوار الجامع دارا سنية وحوض ماء للسبيل. والمدرسة موجودة في ضرب شغلانة متفرع من شارع فاطمة النبوية بالضرب الأحمر. وعشان تعرف أكتر عن حضارتنا العظيمة استنوني في فيديوهات تانية إن شاء الله.